اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا، احنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش ان بعد ما نتغدى تقولوا ان احنا عايزين نتعشى. بعد ما نتعشى لا يا ماما اطلب لنا اي حاجه نحل بيها. لا يا ماما بعد ما نحلي، لا يا ماما احنا عايزين نحدق، اعملي لنا حاجه نحدق بيها، لا تشتري لنا حاجه نحدق بيها. لا يا جدعان، لا يا جدعان، انا ما اتفقتش على كده. ما كانش كده، ما كانش الاتفاق على كده خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ انا محتاجه ان انا اهرب من الحاج صاحب البيت وعيال الحاج صاحب البيت. بجد ما ينفعش كده. بصوا بقى يا بنات، الحاجه دي الاكله دي بتدفع فيها كتير قوي من بره. تعالى اقول لك، هاتي لفه جلاش وتعالي نعملها، وبمعلقتين من الكاستر وكوبايه لبن. يلا بينا بسرعه على المطبخ اللي ورانا. كل اللي انا حطيته يا بنات: معلقتين ونص من الكاستر، 3 معالق من السكر، كوبايه ونص من اللبن، واحده فانيليا، وبس كده. عايزه اقول لك المقدار ده بيعمل معاكي خمسة من الفطاير. تمام. انا عملت فطيرتين بالكاستر والباقي حطيته طبعا في التلاجة عشان هستغله في وصفة تانية. تمام يا ست الكل، تمام يا ست الكل. هنا هاتي بقى ايه اي عدد من الجلاش. انا هنا عملت لفتين جلاش، تقدري تعملي طبعا لفه واحده. انا بيني وبينك انا تعبت، انا عملت لفتين لان ايه بقى، احنا هنتعشى بيه او هنحل بيه بالليل، وتاني يوم نفطر بيه بالباقي. ما هو انا مش هفضل انا طول اليوم في المطبخ، مش هينفع كده. الجو نار يا بني ادمين. المهم، بتجيبي طبقتين كده، ورقتين، الورقه الاولى تدهنيها والورقه التانية تحطيها برضو وتدهنيها يا ست الكل. وبعد كده تجيبي بقى واحده تتنيها زي ما انت شايفه كده، تحطي بقى معلقتين 3 من الكسر، وبعد كده تقفلي عليها، ان احنا بنقفل عليها عشان تتحمل كده ما تتقطعش منك. وبعد كده طبعا تدهني بين كل طبقتين، بين كل طبقه وطبقه، يعني تدهني سمنه زي ما زي ما انت شايفه كده. طبعا انا دهنه يا دوبك بالظبط 3 معالق من السمنه وسيحتهم. هنا برضو طبقتين بس فقط، يعني اللي هعملها باللبن بتبقى طبقتين بس، واللي بعملها بالكسر بتبقى 3 طبقات. تمام. طبقتين، والطبقه اللي في النص دي بتاعه الكسر دي اللي بقفلها عليها زي ما انتم شايفين. طبعا واضح في في الكاميرا دي. ادي واحده، ادي التانية. تمام يا بنات. وادي دي اللي بتنيها، اللي بحط فيها الكاستر وبغلفها بيها، بقفل عليها. وتقدري تحطي مكسرات، تقدري تحطي كنافه، تقدري تحطي بسبوسه، حطي زي ما تحطي. المهم نعدي الليله، اليومنا مش هيخلص النهارده. بجد الاتفاق ما كانش على كده خالص. ده بقى الجزء اللي بقى يا جماعه تغطيه، واهم حاجه تغطيه بكيس او بلاستيك راب، الوش يبقى ملامس الكيس. تمام. عشان ما يعملش قشره. هنا بقى حطيته. بصراحه بيني وبينكم ممكن اعمله زي على الطاسه زي ما كنت بعمل، لا ماليش خلق بقى، تعبتوني. عملت ايه؟ جبت صينيه يعني صاج زي ما انت شايفه كده، ودهنته بالسمنه او بالزيت مفيش مشكله، بس الاحلى بالسمنه طبعا. وحطيته في الفرن يا جماعه، ما بياخدش 10 دقايق. ما تطلعيش من المطبخ اتسلقي في المطبخ يا حبيبتي وانت بتعملي كده. المهم ما بياخدش 10 دقايق. وخدي بالك لو مثلا حمر من تحت على حسب الفرن بتاعتك اقلبيه كده، يعني هو هتلاقيه ما شاء الله اتنفخ زي اتنفخ صح، ما علينا. المهم ما شاء الله زي الفل كده. انا عملت 3 بالشوكولاته، حطيت عليها شوكولاته ابيض وبني، وبعد كده 2 بالكاستر، والباقي بسكر بودره. طبعا نرش عليه سكر برضه. بألف هنا وشفا. يا رب نخلص بقى من موال المطبخ ده يا جدعان. انا هروح